هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 4 أكتوبر. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نافذة ثقافية. ويفتح الزميل أحمد شريف نافذة اليوم على المسيرة الفنية للفنان والمبدع الإريتري الكبير الفنان التشكيلي محمود دبروم. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. تخلف 5 من لاعبي منتخب إريتريا المشارك في بطولة سيكافا. الإريتريون يحيون الذكرى السنوية السادسة لكارثة لامبيدوزا. الولايات المتحدة تعيد فتح سفارتها في مقديشو. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أفادت صحيفة ديلي مونيتور الأوغندية ذائعة الصيد بأن 5 من لاعبي المنتخب الإريتري المشارك في بطولة سيكافا تحت سن 20 والتي تجري منافساتها في أوغندا حاليا غادروا فندق جينجا الذي تقيم فيه البعثة الإريترية لجهة غير معلومة طلبا للجوء السياسي. ونشرت الصحيفة أسماء اللاعبين، وهم هرمون فيساهية يوهنس، وموائل تسفاي يوسف، وسيمون أسملاس مكنن، وجرماي هانيبال، وأخيرا حارس المرمى الرئيسي دبن قبساوي هنساب. وأكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الأوغندي إيمابيل هابيمانا بأن اللاعبين ال5 هربوا من فندقهم الذي يقيمون فيه يوم الثلاثاء 1 أكتوبر الجاري. وقامت البعثة الإريترية بتشديد الحراسة على بقية اللاعبين. وفي رده على سؤال لنفس الصحيفة، قال رئيس البعثة الإريترية السيد هايلي أفريم ألمسجد بأن بعض اللاعبين تخلفوا لتلقي العلاج في أوغندا. وجاء هروب هؤلاء اللاعبين أثناء الاستعدادات للقاء المنتخب الكيني في دور نصف النهائي، والذي تأهل له المنتخب الإريتري بعد تغلبه على المنتخب الجيبوتي بنتيجة 7-0. الجدير بالذكر بأن 18 لاعبا من المنتخب الأول لإريتريا تخلفوا وطلبوا حق اللجوء السياسي في أوغندا عام 2012، بينما تخلف نصف لاعبي المنتخب في بوتسوانا في عام 2015. وبعدها قررت إريتريا إيقاف مشاركاتها في البطولات الإقليمية لمدة 4 سنوات كاملة. أحيا الإريتريون في المهجر. وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة يوم أمس الخميس الموافق 3 أكتوبر الذكرى السنوية السادسة لكارثة لامبيدوزا، والتي راح ضحيتها 360 لاجئا إريتريا بينهم نساء وأطفال قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في عام 2013. وكانت سفينة تقل عددا كبيرا من اللاجئين قد وصلت من الشواطئ الليبية إلى مسافة 1 كيلومتر بالقرب من جزيرة لامبيدوزا. وفي ساعات الفجر الأولى بدأت السفينة في التمايل للغرق نسبة للعدد الكبير من اللاجئين فيها. ومن أجل لفت نظر انتباه قوات خفر السواحل الإيطالي، أشعل بعض الركاب النار في بطانيات، مما أدى إلى انتشار النار في السفينة نتيجة لوجود كميات كبيرة من الوقود على أرضية السفينة. وعندها بدأ الجميع بالقفز من السفينة للنجاة. وأدت الكارثة التي وصفت بأنها أسوأ كارثة يتعرض لها مهاجرون في عرض البحر بالمأساوية، حيث أعلنت إيطاليا الحداد الرسمي على الضحايا. وبدأت الأمواج في حمل جثث القرقى إلى الشاطئ، وكان ضمن الضحايا أطفال ونساء، وكان أغلب الضحايا من الإريتريين طالبي اللجوء في أوروبا. وعم الحزن حينها أرجاء إريتريا، حيث أقام أهالي الضحايا سرادق العزاء في المدن الإريترية المختلفة في تجاهل تام للحكومة الإريترية للمأساة والضحايا. أكد موقع بوابة شبكة أفريقيا المهتم بالشأن الأفريقي بأن الولايات المتحدة أعلنت يوم الأربعاء الماضي إعادة فتح سفارتها في العاصمة الصومالية مقديشو بعد نحو 3 عقود من إغلاقها، في مؤشر على عمق العلاقات بين البلدين
وسط استمرار التهديدات من حركة الشباب المجاهدين المتطرفة. وتعم الفوضى والعنف أرجاء الصومال منذ أن أطاح أمراء حرب بالرئيس السابق محمد سياد بري عام 1961، وكانت السفارة الأمريكية في الصومال أغلقت أبوابها في يناير من عام 1991. وقالت السفارة في بيان لها أن هذه الخطوة تمثل خطوة أساسية على طريق تعزيز العلاقات بين البلدين، ومن شأنها دعم الاستقرار والتنمية في الصومال. ونقل البيان عن السفير دونالد ياماموتو قوله: هذا يوم تاريخي ويعكس تقدم الصومال خلال السنوات القليلة الماضية. وأضاف السفير أن السفارة ستعمل من أجل تعزيز التعاون ودفع المصالح الاستراتيجية الوطنية الأمريكية ودعم تطورنا الشامل على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية. وتأتي هذه الخطوة بعد إعادة إقامة وجود دبلوماسي أمريكي دائم في مقديشو العام الماضي. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح للصومال. وأضاف أنه في عام 2018 تلقى الصومال مساعدات بقيمة 730 مليون دولار من واشنطن. هذه إذاعة إرنا. بهذا الخبر مستمعي ومستمعاتي الأفاضل من مقديشو نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تخلف 5 من لاعبي منتخب إريتريا المشارك في بطولة سيكافا. الإريتريون يحيون الذكرى السنوية السادسة لكارثة لامبيدوزا. الولايات المتحدة تعيد فتح سفارتها في مقديشو. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعاتي الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مرحبا بكم السادة والسيدات متابعي إذاعة إرينا الدولية. في حلقة اليوم من النافذة الثقافية نطل على حديقة الفن التشكيلي في معية الأستاذ الفنان محمود دبروم، ذلك نقلا عن موقع الوفاء لأهل العطاء الذي ينشط في توثيق لتخليد مناضلي الثورة الإريترية. فأهلا ومرحبا بكم جميعا. هذه إذاعة إرنا. عزيزي المستمع، ولد الفنان التشكيلي محمود جابر دبروم عام 1940 في إريتريا بمدينة جندع، ونشأ وترعرع بها في كنف والديه وفي معية إخوته. وهو في 11 من عمره توفيت والدته، وكان والده قد توفي قبلها بعام، فأصبح يتيم الأبوين. اسم دبروم الذي يعتقد الكثيرون أنه اسم والده، وهو في الحقيقة اسم جده السادس، وهو نسبة لقبيلة دبريميلا التي كانت ولا تزال تعيش منذ 6 قرون على سفح جبل شامخ ذو طريق واحد للصعود يقع بالقرب من جبل إمباسويرا في جنوب إريتريا يسمى دبرا. نزح أجداده من دبرا إلى زولا على ساحل البحر الأحمر منذ القرن 18، وولد أبوه رحمه الله في حرقيقو في خمسينيات القرن 19، وانتقل إلى مدينة جندع في نهاية القرن نفسه قبل دخول الإيطاليين، وكان يتقن العربية تحدثا وكتابة. ووالدته أخيار محمد طبريني رحمة الله عليها تنتمي لأسرة من عدشومة في منطقة سمهر. وعرف دبروم بالنبوغ المبكر والألمعية النادرة والنجابة الظاهرة والذكاء المفرط منذ نعومة أظفاره حتى تفوق على إقرانه وفاق أترابه. عندما كان في الابتدائية وبعد مضي 3 أشهر من دراسته في الصف الثالث أخرجه والده من المدرسة وألحقه بخلوة لتحفيظ القرآن الكريم، وفي نفس السنة ختم القرآن الكريم على يد الشيخ محمود نور الدين رحمة الله عليه. وعندما عاد للمدرسة في السنة التالية عاد إلى الفصل الثالث الذي كان فيه، وكان زملاؤه قد سبقوه إلى الصف الرابع، ولكن بعد اختبار الثلث الأول حصل على نتيجة عالية وتم لقنه إلى الصف الرابع مباشرة ولحق بزملائه، وفي نهاية السنة كان ترتيبه الأول في الفصل.
في مدرسته الابتدائية بجندع، ورغم صغر سنه وهو في الصف الرابع، تم اختياره ليكون رئيسا لجمعية الطلاب أي طلاب المدرسة في إطار نشاطات الطلاب، وكان صاحب همة عالية، وهو ما ظهر جليا في موقف تحدث عنه الأستاذ عمر جابر رحمة الله عليه في مقالة له عن دبروم تحت عنوان شموع تنير الظلام. قال: عند وصول دبروم إلى لندن حاول الالتحاق بمعهد فني لزيادة المعرفة، لكنهم اعتذروا عن قبوله، والسبب الذي قيل له أنه وصل إلى المرحلة التي يصل إليها الدارس بالمعهد بعد إتمام تلك الدراسة التي يبحث عنها، فلماذا يدرس؟ فلو عرفنا أن دبروم وقتها كان قد تخطى 60 من العمر سنعرف مقدار الهمة وأصالتها لديه. درس الفنان التشكيلي الأستاذ محمود دبروم الابتدائية ثم المتوسطة في جندع، وانتقل منها ليكمل دراسته في المدرسة الإسلامية في أسمرة. وعندما وصل إلى المملكة العربية السعودية ومن أجل تحسين وضعه المعيشي والوظيفي، التحق بمدارس خاصة وبادر للبدء في تقوية لغته الإنجليزية على يد أحد أساتذته أي أساتذة اللغة الإنجليزية في الكلية العسكرية بالرياض، وهو من لبنان، فدربه على أسلوب ترجمة النصوص، فتمكن من الوقوف على قدميه ليعمل مترجما ومشرفا إداريا في أكبر الشركات الأمريكية المتعاقدة مع الحكومة السعودية. يتقن دبروم اللغة العربية والإنجليزية والإيطالية بالإضافة إلى التيغرايت والتيغرينية. هذه إذاعة إرنا. لازلتم سيداتي سادتي مع حلقة في برنامج النافذة الثقافية من إذاعة إرنا، ونتحدث سادتي عن الفنان التشكيلي الأستاذ محمود دبروم. وفيما يخص هجرته ونشاطه الوطني، أول هجرة له كانت في مطلع شبابه وهو في 17 من عمره إلى المملكة العربية السعودية في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي للالتحاق بأخيه الأكبر. هاجر وهو يحمل بداخله وطن تسعى لابتلاعه الجار إثيوبيا، فأخذ يتابع أخباره كحال معظم الشباب في ذلك الوقت، ليجد نفسه بعد 3 سنوات أي عام 1961 يعمل في سرية مع آخرين لتكوين فرع مدينة الرياض لجبهة التحرير الإريترية الوليد الجديد، ويصبح سكرتيرا للفرع خلال الفترة من عام 1962 وحتى 65، ثم يخلفه في ذلك المنصب الشهيد محمد صالح حمد رحمة الله عليه، الذي كان قد قدم للسعودية للعمل كمستشار قانوني لوزارة الداخلية السعودية. ظل الفنان التشكيلي الأستاذ محمود دبروم بعد ذلك حاضرا ومشاركا فاعلا في كل نشاط يدعم النضال الإريتري عبر تواجده الشخصي في كل المحافل، وكذلك تواجده عبر لوحاته في كل نشاط إعلامي لكل التنظيمات الثورية الإريترية دون استثناء. لم تنقطع هجرة محمود دبروم كحال كل الإريتريين حتى بعد استقلال الوطن الإريتري للظروف التي يعيشها الوطن، ليواصلوا الهجرة إلى منفاه الاختياري في بريطانيا في نهاية 2004 للانضمام لأسرته. عندما وصل دبروم السعودية وهو شاب يافع في 17 من عمره، ومن أجل تحسين وضعه المعيشي والوظيفي التحق بمدارس خاصة وبادر للبدء في تقوية لغته الإنجليزية، فتمكن من الوقوف على قدميه ليعمل مترجما ومشرفا إداريا في أكبر الشركات الأمريكية المتعاقدة كما قلنا مع الحكومة السعودية في مشاريع مختلفة، مثل شركة لوكهيد العالمية للطائرات صناعة الطائرات C-130 وشركة ريثيون لصواريخ الباتريوت، ومشرفا للخدمات الإدارية المساندة في شركة أمريكية في مشروع الهيئة الملكية للينبع، وشركة آفكو دلة كمشرف في إدارة شؤون الموظفين، ومترجما في شركة راين رور الاستشارية الألمانية. وآخر وظيفة عمل فيها كان مديرا للشؤون الإدارية في مجموعة شركات بوشناك في جدة قبل أن يهاجر إلى بريطانيا للالتحاق بأسرته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. فيما يتعلق بموهبته في الرسم، فقد وهبه الله موهبة فطرية لتطويع الأقلام والألوان، لهذا منذ نعومة أظفاره المبكرة
مارس الرسم مستخدما المواد الأولية التي كانت متوفرة في بيئة جندع البسيطة كالفحم وأقلام الرصاص. لم يلتحق دبروم بمعاهد أو كليات فنية، إنما تمكن من إتقان معظم المدارس الفنية واستخدام كافة خامات الرسم بجهده الذاتي، واعتمد في تطوير ذاته عبر الاشتراك في المجلات الأمريكية والبريطانية التي تعنى بالفن التشكيلي، وعبر قراءة الكتب الأكاديمية في الفن التشكيلي والاطلاع على مدارسه الفنية المختلفة، وكذلك الاطلاع على أعمال رواد الفن التشكيلي في المتاحف العالمية وصالات الفنون من خلال التجوال في كل من إيطاليا وأمريكا ومصر وألمانيا. أما فيما يخص بأسلوبه وأدواته في الرسم، فيصف محمود دبروم أسلوبه وأدواته على النحو التالي: من خلال الاطلاع على أعمالي يلاحظ المتلقي ميلي إلى الأسلوب الواقعي، حيث قمت بتطويع الألوان الإكريكية في أعمالي مع بداية السبعينيات من القرن الماضي، بعد أن أحسست بتقدم ملموس بعيدا عن الميل إلى اتباع نمطا معينا والاستقرار فيه كأسلوب شخصي، ولكن التزمت حدود قدراتي وبذلت جهدا كبيرا في توسيع مفاهيم التعبير الفني بالأسلوب الراسخ في الذاكرة، وتميزت أعمالي بالتنويع المتجذر في نهج فلسفتي الفنية الشخصية. وكنتيجة لذلك الالتزام في التنويع بدأت منذ أكثر من 3 عقود بتطويع الألوان الزيتية، حيث وجدت فيها ضالتي للتعبير عن كل ما تجيش به مشاعري من رؤى وما تختزنه ذاكرتي من صور، هذا بالإضافة إلى قدرتي في استخدام الألوان المائية، وهي خامة من الخامات النبيلة أو النبيلة نعم في الفن التشكيلي. كذلك أتقنت الرسم بالفحم وقلم الرصاص، وهما ما انطلقت من استخدامهما منذ بداية مشواري الفني. يواصل فيقول: لقد كنت دوما أمارس عملية الإبداع، هذه انطلاقا من التفاعل الداخلي ومحاولة إنتاج الصورة المختزنة في الذاكرة، وجذب حواس المتلقي في الإبحار والتنقل به بين ألوان تهيئ له الاستقرار عند التأمل للعمل الفني، من حيث الفكرة المبسطة والتنويع والتوازن وتوزيع الألوان التي يمكن مشاهدتها في أعمال البورتريه والحفريات والشخوص التكعيبية التي اعتمدت في بنائها على الشكل الهندسي ومشاهدة الطبيعة المختلفة، وتلك التي تم تنفيذها بالأسلوب السريالي أو التجريدي لنقل الفكرة للمتلقي. المعارض التي شارك فيها الأستاذ الفنان محمود دبروم: 2012 معرض شخصي مركز نادي بارك رويال لندن، 2011 معرض شخصي قاعة بلدية كنزينغتون لندن، 2010 معرض شخصي قاعة بلدية كنزينغتون، 2008 معرض شخصي صالة أسترو سنتر لندن، 2002 معرض 62 فنان المركز السعودي للفنون التشكيلية جدة، 1999 معرض شخصي مهرجان التراث الجالية الإريترية بجدة، 1998 معرض مهرجانات التراث الإريترية الجالية الإريترية جدة، 1995 معرض الجنادرية المركز السعودي للفنون التشكيلية جدة، 1995 معرض بيت التشكيليين صالة بيت التشكيليين جدة، 1994 معرض المخمل للفنون معرض المخمل جدة، 1994 معرض الفن المعاصر الثالث المركز السعودي للفنون التشكيلية جدة، 1992 معرض الخطوط السعودية فندق انتركونتيننتال جدة، 1992 معرض سمارك للفنون المركز السعودي للفنون التشكيلية جدة، 1990 معرض ملصقات من التراث الإريتري معارض الطلبة الجامعيين الإريتريين في كل من الأردن سوريا ماليزيا في تسعينيات القرن الماضي، 1990 معرض الفن الحديث المركز السعودي للفنون التشكيلية جدة، 1988 المعرض الجماعي الأول للفن الحديث صالة رودك للفنون جدة، 1988 معرض الملصقات التراثية مهرجان الجبهة الشعبية بولونيا إيطاليا، 1988 معرض الملصقات التراثية مهرجان جبهة التحرير الإريترية فرانكفورت ألمانيا، 1986 معرض 56 فنان صالة روشان للفنون جدة، 1985 معرض 45 فنان صالة رودك للفنون جدة،
1984 معرض ل 53 فنان صالة رورك للفنون جدة. 1984 معرض ل 52 فنان صالة رورك للفنون جدة. 1982 معرض ل 51 فنان صالة رورك للفنون جدة. 1982 معرض ل 50 فنان صالة رورك للفنون جدة. 1982 المعرض الجماعي جمعية الفنون الجميلة بجدة صالة رورك للفنون. 1980 المعرض الجماعي جمعية الفنون الجميلة جدة صالة رورك للفنون. 1979 المعرض الجماعي جمعية الفنون الجميلة جدة صالة رورك للفنون. الجوائز وشهادات التقدير والمقتنيات التي حصل عليها الفنان التشكيلي محمود دبروم: جائزة مسابقة الخطوط الجوية السعودية 1993، جائزة مسابقة معرض المخمل جدة السعودية 1994. وفيما يخص شهادات التقدير: الخطوط السعودية إدارة التموين جدة، اتحاد الشباب والطلبة بالجالية الإريترية جدة، مؤسسة الخطوط السعودية جدة، منظمة رجال الأعمال الإريتريين والإثيوبيين في بريطانيا. فيما يتعلق بالمقتنيات: أكثر من 100 لوحة في متاحف عبد الرؤوف خليل وصالات أخرى بجدة، مقتنيات شخصية أصلية وبوسترات في كل من إيطاليا، ألمانيا، بريطانيا، هولندا، سويسرا، أمريكا، فرنسا، الشرق الأوسط. العضوية بالجمعيات التشكيلية: عضو مؤسس سابق جمعية جدة للفنون الجميلة للمغتربين الأوروبيين والأمريكيين. عضو مؤسس سابق جماعة 50 فنان بجدة. عضو سابق بيت الفنانين التشكيليين بجدة. فيما يخص أسرته: متزوج وله 6 من الأبناء والبنات، ولدين و4 بنات، ويقيم الآن بمدينة لندن. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أيها الإخوة المستمعون، كنتم مع حلقة في برنامج نافذة ثقافية، وعبرها كنا في إطلالة على ملامح من حياة وفنون الفنان التشكيلي الكبير الأستاذ محمود دبروم، ذلك نقلا عن موقع الوفاء لأهل العطاء، وهو موقع توثيق لتخليد مناضلي الثورة الإريترية. كنت معكم في التقديم محدثكم أحمد شريف. تقبلوا تحياتي وتحايا الزملاء فتحي عثمان وبنيام سمعون. حتى جديد الملتقى، لكم منا عاطر التحايا والأمنيات، وللأستاذ الفنان التشكيلي الكبير محمود دبروم الصحة والعافية ومزيد من العطاء الفني الثر. السلام عليكم ورحمة الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل الختام أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. تخلف 5 من لاعبي منتخب إريتريا المشارك في بطولة سيكافا. أفادت صحيفة ديلي مونيتور الأوغندية ذائعة الصيد بأن 5 من لاعبي المنتخب الإريتري المشارك في بطولة سيكافا تحت سن 20 والتي تجري منافساتها في أوغندا حاليا غادروا فندق جينجا الذي تقيم فيه البعثة الإريترية لجهة غير معلومة طلبا للجوء السياسي. الإريتريون يحيون الذكرى السنوية السادسة لكارثة لامبيدوزا. أحيا الإريتريون في المهجر وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة يوم أمس الخميس الموافق 3 أكتوبر الذكرى السنوية السادسة لكارثة لامبيدوزا، والتي راح ضحيتها 360 لاجئا إريتريا بينهم نساء وأطفال قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في عام 2013. الولايات المتحدة تعيد فتح سفارتها في مقديشو. أكد موقع بوابة شبكة أفريقيا المهتم بالشأن الأفريقي بأن الولايات المتحدة أعلنت يوم الأربعاء الماضي إعادة فتح سفارتها في العاصمة الصومالية مقديشو بعد نحو 3 عقود من إغلاقها، في مؤشر على عمق العلاقات بين البلدين وسط استمرار التهديدات من حركة الشباب المجاهدين الصومالية. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وأذكركم أيضا وقبل الختام بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabic@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم من زميلي أحمد الشريف ومني محدثكم فتحي عثمان في استوديوهاتنا الرئيسية في باريس، ومن زملائي في الاستوديو أيضا أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله
وفي حفظه. هذه إذاعة إرنا.